شاب عنده 22 سنة بالظبط، اسمه محمد صلاح إبراهيم، بقى فخر العرب الحقيقي. علاء مبارك ايه علاقته بمحمد عشان يرد على ايدي كوهين اللي نزل تويته على تويتر؟ يا ترى فعلا في مهربين هم اللي قتلوا الجانب المصري اللي هو الجندي محمد صلاح والاسرائيليين؟ طب هل يا ترى رؤيه الاسرائيليين لمحمد صلاح زي رؤيه المصريين لمحمد صلاح؟ اكيد لا طبعا. طب عايز تعرف الروايتين؟ كمل الفيديو ده للاخر. معاكم محمود السعيد بنتكلم في المفيد. طب ما تيجي نشوف. حابب ان انا ابدا بالروايه الاسرائيليه لان وصفهم ليها يا جماعه يخليك تتشد انك تعرفها. وصفوها بالخطيره. طلع جندي واقف على الحدود المصريه، بيقول لك ان هو مشى 5 كيلو متر داخل الحدود المصريه لحد ما وصل الى السياج الاسرائيلي، والسياج دي على فكره مصروف عليها 450 مليون دولار. قدر محمد صلاح بلا فخر ان هو يفكها عن طريق سكينتين. ده على وصفهم كان معاه حقيبه فيها ادوات حاده، الادوات الحاده دي اللي هي السكاكين. فعلا اجتاز السياج محمد صلاح ولقى جنديين اسرائيليين، منهم واحده وواحد، فقتلهم من غير ما ياخدوا بالهم، اللي هو غفلهم من ظهرهم. يعني ان هما الاثنين الجنود الاسرائيليين دول بيبعتوا اشارات للقائد بتاعهم كل شويه او كل مده متفق عليها ما بينهم وبين القائد، فما بعتوش، فالقائد بدا يقلق فبعت لهم هو، فما ردوش فقلق اكتر لان غابوا في الرد 4 ساعات، فبعت لهم كتيبه تنشط المكان تشوف زمايلهم في الجيش مالهم، ما بيردوش على القائد بتاعهم. فعلا راحوا الكتيبه يشوفوا مكان الجنديين، لقوا جنديين ميتين، فقلقوا هم ذات نفسهم وبداوا يدوروا في الاماكن اللي حواليها لحد ما لقوا محمد صلاح الجندي المصري. ولما لقوا محمد صلاح اشتباكات طبعا يا معلم مش مستاهله يعني، فمحمد صلاح قدر ان هو يموت واحد ويصيب 2. وعلى فكره كتيبه يعني بتبقى 20 30 جندي، معنى ان واحد اصلا الذخيره اللي معاه مش قد كده يقتل واحد ويسيب 2، ده حاجه كبيره حاجه واو، مش بابجي، ده حقيقه بقى. الكتيبه دي ان هي تموت محمد صلاح لان الذخيره بتاعت محمد صلاح اصلا كانت خلصت. قالكم سؤال، ازاي واحد جايب حقيبه فيها سكاكين وادوات حاده وعامل حسابه ان هو يعمل عمليه زي دي مش جايب ذخيره معاه؟ قال معاك، طب ليه ما جابش ذخيره؟ طب ما هم ما كانوش يعرفوا يقتلوه لولا ما الذخيره بتاعته خلصت. عايز اكمل لك بالروايه المصريه على لسان المتحدث الرسمي العسكري لما قال لك ان محمد جندي مكلف بحمايه حدود بلده، فيشوف مهربين داخلين عليه هيقوموا بمطاردته. فاثناء المطارده لمحمد المهربين دول اجتاز الحدود الاسرائيليه وبقى في الحدود الاسرائيليه، فشافوه الجنود الاسرائيليين، فطبيعي جدا ان هم يضربوا نار على الجند المصري، فحصل اشتباكات. قدر في الاشتباكات دي يموت 3 ويصيب 2. هنا بقى هتسال نفسك سؤال، هم فين المهربين؟ في روايه ثالثه طلعت انت ممكن ما تعرفهاش واول مره تسمعها، ان اصلا اللي قام بقتل الجنود الاسرائيليين والجند المصري هم المهربين. شايف ان الروايه دي فعلا حقيقيه؟ لان الروايه دي اتقالت في كذا مره من كذا حد، فانا حبيت اطرحها عليك. انت شايف ان فعلا المهربين دول هم اللي قتلوا الجنود الاسرائيليه والجند المصري عشان يخلقوا مشاكل ما بين البلدين ولا لا؟ انا رايك في الكومنتات بالذات في الحته دي. نيجي بقى لايدي كوهين الصحفي الصهيوني، نزل تويت على تويتر اثاره الجدل يعني. قال لك فلنتخيل لو جندي اسرائيل تخطى الحدود المصريه وقتل 3 جنود مصريين، ماذا ستكون تعليقاتكم؟ اين احترام الاتفاقيه يا يهود؟ قتل غيه، حسبي الله في اليهود، خونه العهود، ولكن طالما المنفذ مصري مسلم فالكل يصفق له، لانه عادي تقتل اليهودي حتى لو بينك وبينه عهود. هل هذا هو الاسلام؟ خليكم صريحين يا مسلمين. رد عليه مين بقى؟ علاء مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك، ويقول له ايه؟ طب ما تيجي نتخيل لما اسرائيل تدخل وتحتل الاراضي الفلسطينيه بالقوه، تقوم اسرائيل بانشاء وضم مستوطنات على الاراضي الفلسطينيه محتل. طب تعال خلينا نتخيل لما اغلبيه الدول اعضاء بالامم المتحده تعرف وتقول ان هذا المستوطنات غير شرعيه وتعد انتهاك للقانون الدولي. نتخيل برضو لما الامم المتحده تصدر قرارات عديده لصالح فلسطين ولم تحترمها اسرائيل. وعشان ما نطولش عليك يعني، تعال بقى نتخيل كم عدد الفلسطينيين الذي قتلهم الاسرائيليين. اخيرا بقى خد تعالى، ما هي تعليقاتكم على هذه الجرائم؟ انا بس ده الرياكشن اللي انا خدته بعد ما قرات اللي قاله علاء مبارك. اول مره اشوف حد بينصف الفلسطينيين حرفيا والله. وبكده يبقى احنا وصلنا لاخر الحلقه، وانت عارف كل حاجه بشكل مفيد من كل الاشخاص اللي اتكلمت ومن كل الروايات اللي طلعت، حتى اخر روايه طلع من يومين فاتوا قلتها. انا حابب اضيف حاجه من عندي بسيطه بس، بما اتاهم والله من فضله
بس وشكرا. مستني تعليقاتكم تحت على السؤال بتاع الحلقه يا جدعان. انت شايف محمد صلاح جندي مصر شهيد ولا ارهابي وخاين لبلده؟ مستني تعليقاتكم تحت في الكومنتات. وفي الاخر كان معاكم اخوكم في الله محمود السعيد. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويشرفني جدا الاشتراك بتاعك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، واللايكات الكتير. ولو بتشوفني على اي وسائل تواصل اجتماعي ما تنساش الفولو بتاعك واللايك برضه. وعايز انوه على حاجه يا جماعه، انا واحد من الناس اللي ما كانتش بتتفاعل بلايكات على اي فيديو بتشوفها، بس بعد ما عرفت اهميه اللايك ده والله العظيم ما في فيديو بيعجبني انا بعمل عليه لايك. ليه؟ لان اللايك بيساعد في انتشار الحلقه بشكل اسرع وافضل، فما تبخلش عليها باللايك بتاعك. وقول لي رايك تحت في الكومنتات في الحلقه وفيد غيرك ان شاء الله. واستنونا الحلقه الجايه لان ما بحبش اقول كلمه وداع. استنونا يوم الجمعه الجايه قصه جديده مع المفيد. السلام عليكم.